اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بشكر كل حبايبي اللي بيعلقوا لي في الكومنتات، ما شاء الله عليهم، ربنا يجازيهم كل خير يا رب. كل اللي بيعمل لي لايك ربنا يجازيه خير ويجعله في ميزان حسناته. يلا بينا. صل على سيدنا محمد. معانا نص كيلو حمص، ومعانا 4 طماطميات مفرومين، ومعلقه كمون كبيره، ومعلقه بابريكا. يلا بينا يا حبايبي على النار. هنحط على النار يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. حطينا الحمص بتاعنا، نحط الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. هنحط معلقه الكمون والبابريكا ونسيبهم كلهم يغلوا مع بعض. الحمص بتاعنا يا حبايبي على النار اهو. اهم حاجه تنقعيه فتره طويله، يعني انا نقعيهم كامل. انتي بقى عايزه يعني على حسب بقى، يعني 24 ساعه، 12 ساعه، على انتي وامكانياتك. يعني لو مستعجله عليه خليه 12 ساعه. انا منقعاه يوم كامل، وقلت ايه اصوره معاكم كده ونعمل ايه مشروب شتوي يدفينا. نحط الملح بتاعنا يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد. وهنستنى عليه شويه لما يستوي عشان اوريهولك. يلا نعمل الدقه بتاعتنا يا حبايبي. معانا معلقه توم اهي، نحط عليها معلقه كمون ونقلبهم مع بعض كده. نحط عليهم معلقه ملح، نحط عليهم ميه سخنه. انا جبت ميه الحمص نحطها عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد. نعصر عليهم ليمون. نحط عليه الليمون يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد. نقلبه بقى كده ونخلي الدقه بتاعتنا كده جاهزه. عشان ايه؟ ما عندي ما بيحبوش التوم في قلب الحمص، اللي عايز بقى يحط دقه يحط براحته. الحمص بتاعنا خلص يا حبايبي، هنغرفه اهو واوريكم شكله بقى النهائي بعد ما خلصت. وادي الحمص يا حبايبي بعد ما صبيناه، ما شاء الله جميل. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في منوعات ماما نادية.